مساكم الله بالخير. معاكم اخوكم ابو فارس صاحب اكونت فيب جيك كيو 8. النهارده مش انا اللي بقول المقدمه دي، احنا معانا ابو فارس بنفسه. احنا بنفكر في فكره الفيديو ده بقالنا اكتر من سنتين صحيح. ولكن النهارده ابو فارس فاجئني وطب عليا مره واحده. انا اخلي الموضوع يعدي، انا لازم استغله اكتر استغلال في الدنيا واصور معاه الفيديو بالعافيه. مرحب بيك ابو فارس، نور الدنيا. قسما بالله النهارده عيد عندي. امانه شايف المفاجاه. انا مش مصدق. أمانة انا لغايه دلوقتي عامل وشي كده مش مصدق ان انت جيت. والله العظيم منورني. الله يسلمك، نورك الغالي. البرنامج بتاعنا فيب فايبس، احنا عملنا قناه بودكاست عندنا في القناه بنتكلم فيها عن محتوى الفيب، بنستضيف طبعا اهم الشخصيات في الفيب، المؤثرين والناس القديمه في المجال والناس اللي عندها خبره ومعلومات كافيه تقدر تقدمها وتضيف للناس الجديده اللي لسه داخله الفيب، وتقدر برضو تعدل معلومات مغلوطه للناس القديمه. ان شاء الله. فالنهارده هنسالك شويه اسئله. طبعا انت مش عارف احنا هنتكلم في ايه، انا واخدك على الله مكان يسر كده. الله يسر. انا بحاول اغش من الايباد بس لا مش هتعرف تغش. عامل لك السكرين. ماشي. ده يعتبر ميني برنامج كده هنتكلم فيه ونفيدكم فيه وندردش مع بعض برضو عادي جدا ببساطه، من غير تحضير ومن غير مونتاج ومن غير اي حاجه. واول سؤال هنساله لابو فارس، انت بديت للفيب او دخلت الفيب ازاي؟ انا عارف القصه وسمعتها من زمان، بس حابب الناس تعرف التجربه بتاعتك بدات منين، من اني بلد وانت قاعد فين وبتعمل. انا عايز الناس تعرف القصه دي عشان انا بتحمس لما بسمعها. حبيبي الله يسلمك. والله لو ما اخذ دولار على كل مره نسال في هذا السؤال يمكن مليونير انا الحين. ما انا بقول لك انا عارف القصه. تقريبا كل لايف اطلع لازم نسال هذا السؤال، تقريبا كل مقابله او قصدي مقابله ان كانت يعني ناس اشوفها او بالدايركت دائما نسال هذا السؤال. بشكل عام الفيب كمجال جديد اكيد يعني يا تسمع عن طريق صاحب او قريب، يا انه بالصدفه تشوفه قدامك ان كان على السوشيال ميديا او ان كان مثلا بشكل او باخر. قصتي انا بشكل عام بكل اختصار، اول شيء انا مدخن شيشه سابق من العيار الثقيل. شري. اي جدا. حتى بسفراتي لما اسافر يعني احاول ادور وين القهاوي اللي تقدم فيها شيشه محترمه، علشان لان انا ما اعرف امزج الا بشيشه. في سنه 2014 تقريبا 2014 كنت رحله سياحيه مع زوجتي وبنتي، الله يخلي لكم عيالكم. اللهم امين. رايح القهوه عادي، رايح قهوه في واحده من القهاوي اللي هي شارع نسيت والله حتى اجور رود، هذا معروف العرب هناك يعرفونه. تمام. فقاعد على القهوه قاعد اشيش عادي، لقيت في اثنين شباب على يميني يعني بيعملوا كده ويطلع معاهم دخان كتير، معاهم حاجه زي كده بايدهم بيطلع معاهم. شنو هذا؟ مو انا فاهم شنو القصه. فلما سالتهم قلت لهم شباب هذا شنو؟ اسمحوا لي انا قاعد اتكلم باللهجه الكويتيه بس ان شاء الله تكون واضحه وياكم. لا انت ما شاء الله جمهورك المصري عظيم. الله يسلمك. فقالوا لي هذا فيب. اول مره اسمع الكلمه هذه. هذه كان للحين اتذكر شهر 5 2014 في لندن. فيب. قلت له يعني شنو هذا فيب؟ قال لي هذه شيشه الكترونيه، هذا عباره عن جهاز ومعاه هذا تانكي يحطون فيه سائل ويشتغل على البطاريه، وهذا كأنه شيشه من غير فحم وما اعرف ايش. قلت له اوكي وين ينباع هذا؟ قال لي في محل هني يبيع عنده نفس هذا الجهاز وعنده النكات وما اعرف ايش. شنو يعني نكات لهالدرجه؟ ايوه. شنو قال لي هذا السائل اللي داخل. اوكي. ثاني يوم رحت فعلا لهذا المحل، قلت له سمعت عن هذا شيشه بالبطاريه ومعاه قال لي اوكي في هذه وفي هذه، حتى اتذكر والله ما اتذكر كان في كانجرتك وفي جويتك. انا اول جهاز خذيته كان جويتك. جويتك حتى نسيت اسمه والله. كان بطاريه داخليه مع التانك كطقم. فمن هذه كانت اول مره اذوق شيء اسمه الفيب، ومنها بعدين انت تعرف التجارب والمعرفه. حرقنا كويلات خدنا دراي هيت. حرقنا كويلات، فلسفنا طبعا التمبرتشر كنترول او التحكم الحراري ما كنت افهم فيه، لدرجه ان الحين اتذكر موقف مع عندي صديق تفلسفنا على بعض على موضوع التحكم الحراري. انت ادخل هني وعدل علشان يتعدل هنا وما اعرف ايش، احنا كله غلط اصلا ولا فاهمين. وانت مش فاهم وهو مش فاهم. وتدريجيا تبارك الرحمن من عرفنا الاجهزه، من فتح السوق عندنا في الكويت والامور هذه، صرنا تدريجيا لغايه ما وصلنا الى مرحله نقدر نقول ان احنا فهمنا شنو هو الفيب. تمام. نعم. بدات بقى قناه الفيب ازاي؟ بدات فكره ان انت عايز اقدم محتوى افيد الناس ازاي؟ انت حافظ لايفاتي وتبيني اقول اجيبوك. ما هو الناس بتنسى، انما ده هيتسجل فور ايفر. اوكي. شوف، بعد ما بلشت بالفيب مع قصتي اللي قلت لك اياها قبل شوي، صار عندي هوس بالفيب. يعني بعد ب 2015 تقريبا هذا صار.
كان عندنا بالكويت ما كان في سوق رسمي، ففي ناس تجيب وتبيع باكونتات الانستغرام. تمام. فصار عندي هوس نوع يعني بالفيب، يعني تقريبا كل جهاز كان موجود اشتري، كل نكهه تنزل كنت اشتريها، يعني كل تانك جديد لازم كنت انا اشتريه. بين فتره وفتره كان عندي حتى اكونت خاص فيني بيني وبين اصحابي بين اهلي وما اعرفش ايش، حتى اسمه جبن كرافت. كان اسمه جبن كرافت، انزل شغلات مضحكه والامور يعني شيء خاص بيني وبين معارفي، مو لغرض الشهره او الامور هذه. ففي بين فتره وفتره كنت اصور الفيب، يعني مثلا كنت اصور الجهاز، كنت اصور، بس ما كنت اطلع وشي، ما كنت اسوي ولا شيء. تمام. ليش ما تجيني وشاف من اللي شاف هذا الهوس؟ زوجتي. تمام. ايه هي اللي اقترحت علي ليش ما تسوي اكونت او قناه خاصه بالانستغرام لمجال الفيب. عجبتني فكره، قلت ابي اجرب. تمام. وفعلا كانت مشاركاتي جدا 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 بسيطه، لدرجه ان تقريبا اول 3-4 شهور ما طلع وشي نهائيا ولا حتى صوتي. تمام. كنت يا دوب امسك مثلا النكهه او بمسك التانكي واكتب عنه تحت البوست. حتى على مستوى تجربتي للنكهات، مثلا اطلع النكهه اعبيها وانفخ واكتب رايي فيها ككتابه. تمام. لا صوت لا صوره، بس مجرد يعني حتى الكاميرا كنت كرسي مثل هذا، اعلق الكاميرا هني تمام على الطاوله واصور وانزل. تدريجيا صار والله ما شاء الله في متابعين، في ما شاء الله الناس تتفاعل، لغايه ما جاء اليوم اللي فيه فعلا في ناس تجيب منتجات جديده حابين انهم يعرضونها عندي، ان انا اجربها واعرضها عندي. هذا اول بدايه ان اسم كفيب جيك. ايوه. انه كشخص يعرض منتجات الفيب وفي عليه متابعه. تبارك الرحمن صارت تدري انت اهم شيء اي ريفيور مثلي ومثلك، تفاعل الجمهور هو اللي يخليك تأدي او تعطي من نفسك زياده. فتفاعل الجمهور في ذاك الوقت هو اللي خلى او زود الحماس اللي انا استمر في هذا الشيء واطوره لغايه ما وصلنا لهالمنطقه اللي احنا نقدر نقول انه وصلنا الحمد لله رب العالمين. طب ناس كتير بتخش الفيب من البدايه ويكونوا بيشربوا سجاير او بيشربوا شيشه. نعم. زي بدايتك كده بالظبط. ولكن يقول لك ايه، تلاقيه او في البدايه يشرب شيشه ويشرب سجاير، ممكن بعد كده يقول لك لا الفيب مش جاي معايا فارجع للشيشه تاني او ارجع للسجاير. نعم. انت بقى مريت بالتجربه دي وازاي فرقت معاك او خليت الفيب هو الاساسي؟ شوف انا اقدر اقول لك ان انا كنت من الناس المحظوظه في دخولي لمجال الفيب. ليش؟ لان انا اصلا كنت مدمن شيشه. فالفيب لما تعرفت عليه هو اصلا سحبه الشيشه، فشنو صار متوافق مع ما اللي انا ابحث عنه او اللي انا افضله كمدخن للشيشه، فصار عندي الموضوع سهل. لكن احنا وين مشكلتنا او على المبني عليه سؤالك، ان مدخن السجاير لما يدخل على الفيب وينعطى شيشه يقول اكيد الفيب مو جاي على مزاجي او مو جاي براسي مثل ما انا افضل. أيوة. نقطه ثانيه، مع تنوع الاجهزه ومع تنوع النكهات وتنوع مستويات النكنك، انت فاهم قصدي هذا؟ ايوه ايوه تنوع النكنك من قله المعرفه تخليك انت ما تاخذ الشيء اللي يناسبك. يعني مثلا انت مدخن سجاير، انت اكيد ما راح تتقبل الحلا، ما راح تتقبل الايس، ما راح تتقبل مثلا لو قلت لك اخذ نكنك 12. تمام. ما راح يعبي راسك. صح. وبنفس الوقت في ناس لو قلت لهم اخذ نكنك 50 صداع ودوخه. صح. فانت توصل مرحله انك انت لازم تكون واعي او عارف بالضبط اللي يناسبك علشان فعلا تستمر. صح. لان عدم معرفتك بهذه الامور خلاص انت كمدخن، انا اطلع السيجاره واولع وخلاص افكر ليش. صح. وما الومه، هذا شيء طبيعي لان هذا سنين قاعد يمشي على هذا الموال. فصعب انه فجاه تلاقي لا نقي الطعم الفلاني ونقي النكنك الفلاني والجهاز الفلاني الواط الفلاني والتهويه الفلانيه. لكن هذا كله بشكل عام ممكن يكون بسيط جدا اذا توجهت او وصلت لك بصوره صحيحه. نفس برضو الناس الجديدة اللي بتخش في الفيب، في ناس او بتلاقي فيديوهات دايما يضربوا في الفيب. يقول لك الفيب سبب لي مش عارف ايه. خلي بالك احنا لحد دلوقتي متحفظين على رأيي انا وانت، ما اتكلمناش في الموضوع ده نهائي. ولا ردينا على الفيديوهات اللي طلعت الترندات اللي طلعت بدون ذكر اسامي شخص ولا حد. احنا ما اتكلمناش ولا ردينا على الموضوع ده نهائي. بس صحيح. انا شايف ان الوقت ده المناسب ان احنا نرد فيه. وهو شوف ايضا مع الرد اللي انا برده لازم اكون متحفظ. ليش؟ لاعتبارات كثيره. المشكله ان في اشخاص الحين ياخذ كلامي وينزله بمكان يستقطع منه جزء ويسوق على اساس ان هذا الشخص يقول هذا الكلام. تمام. هي احنا مشكلتنا وين؟ احنا مو قاصرنا لسان ولا قاصرنا معلومات ولا قاصرنا بحث في هذا الموضوع اللي احنا نقدر نقول انه
99% من اللي انتم قاعد تسمعونه خطأ. تمام. لكن وين المشكلة؟ احنا ليش ما نرد يا اخوي اسلام؟ انا ما اقدر ارد لان ادري راح ينوخذ علي. انا ما ابي اقول الكلمة بين قوسين ترند. تمام. الكلمة البايخة ترند. تمام. اللي هو ترند. فاهم. انا ما ادور الترند. انا ما ادور الشهرة على اساس نوعية من على هالنوعية من المواضيع. تمام. فعلى هذا الاساس انا ليش اتحفظ؟ مو لقله المعلومات والبحث. انا اي احد الحين لو يعني مثلا لو واحد يجيني بالدايركت او يشوفني فيس تو فيس، وصارت معاي هذه كثير عندي بالشغل، عندي معارفي بالبيت، عندي معارفي بكل مكان، بمجرد ما اقول لهم الكلام اللي انا اعرفه يقتنعون 100%. بس هذا الكلام هل اقدر اطلعه على الشاشه؟ لا. ليش؟ لان في ناس راح تاخذه راح ينفهم غلط. تمام. في ناس راح تاخذه وراح تقول شوفوا هذا اللي يدعم الشيء السلبي. تمام. يعني مثل ما اقول اسف بالكلمه، يبي يطلع ترند على قفاي بس بشكل سيء سلبي مو شكل ايجابي. وده حصل معايا. حصل معاه. شفت الفيديو؟ بالضبط. شفت الفيديو؟ بالضبط شفت الفيديو. هنزل لكم الفيديو هنا بس من غير صوت. بالضبط. طلعوا انت قاعد تتكلم بموضوع ايجابي او تشرح فيه شغله، لكن انوخذ عليك ان انت لا انك تدعم انك بتروموت او يعني بتسوق للشيء السيء. وانت اصلا قاعد تفهم شغله. انا من غير ما ارد حطوني انا الوحش والثاني الحلو. بالضبط. فعلى هذا الاساس انا ليش قلت لك انه ما اقدر ارد او ما اقدر مثل ما تقول اتكلم بشكل خاص واني اشرح بهذه المواضيع. لكن اذا برد فهو كلمه واحده انا هذه اعتمدها دائما عشان ما حد لا يحجني ولا يحجك ولا يحج اي حد ثاني. تمام. هل الهيئه الملكيه الطبيه الملكيه البريطانيه تفهم ولا ما تفهم؟ اكيد بتفهم. اوكي، روحوا سألوها ليش الفيب بروتوكول معتمد لعلاج المدخنين. بس اجابه مقنعه. بس الناس ما راح ادز لك بتفاصيل. الناس بتحب الكلام، بتحب الراي الشخصي. انا عايزك تقول رايك الشخصي. ما انا ما قلت في الناس اللي بتضرب الفيب. ما انا شرحت لك قبل شوي. انا لو قلت لك رايي الشخصي راح ينوخذ غلط. لو شنو اخترت من كلمات، لو كاني ما وجهت الكلام حق احد راح ينفهم او ينوخذ منه اللي الناس تبي تعمل. لان خليني اقول لك شغله، 90% من اللي انتم تشوفونها من الفيديوهات هذه اللي تطلع تتكلم عن الفيب بين قوسين ترند. تمام. فاهم قصدي؟ يدورون الترند على هذا. ليش؟ لان هذا الموضوع الهايب الحين اللي صاير عليه الهايب هذه الايام. فيلا اي نقطه او اي صوره او اي فيديو او اي موضوع اطلع عليه ترند. لا على فكره في كثير، انا ما بدخل بهذا الموضوع لان راح نطلع عن المجال اللي احنا قاعد نتكلم عنه، لكن احنا واصلين لمرحله ان العالم تدور الشهره باي مكان حتى لو كانت غلط، واحنا كلنا عارفين هذا الموضوع. يعني ما وقفت على الفيب وصار هذا وصار هذا لا هذا اكيد شيء صح ولا احنا قاعد ندافع عنه. ايوه هذا قصدي انا. سؤال هتحسه مبدئي شويه. اوكي. لو حد بيخش الفيب جديد وبيتفرج على الفيديو بتاعنا دلوقتي، نعم، ايه الحاجات اللي انت ممكن تنصحه بيها تقول له ابعد عنها، او ايه الحاجات اللي انت ممكن تقول له فكر فيها او خليها في اولوياتك عشان تاخد الفيب كخطوه للاقلاع؟ بالنسبه لي انا والنعم بالكل وما اقصد الكل، البعض لا تسلم نفسك لبياع. في حال اذا انت مثلا خلاص اقتنعت انك انت تبي تفيب وتبي تشتري شيء خاص بالفيب، لا تسلم نفسك لبياع. والنعم بالكل وما اتكلم عن الكل. تمام. البعض في منهم اللي فعلا يفهم، وفي ما ننكر ان في يبيع وخلاص. وهذه احنا شفناها كثير، واتوقع انا وانت مروا علينا بالدايركت. أكيد. كثير من الناس اول مره يجرب الفيب معطينا 50 نكنك وعلى كويل غلط وواط غلط وما اعرف ايش، ومدخن معطيه فاكهه وايس عالي وسويت عالي وما اعرف غلط. اسال، ما في حرج من السؤال. تمام. يا اخي اسال صاحبك، لا اقول لا اسالني انا، اسال صاحبك اللي اكيد عندك واحد معرفه يفيد. اسال، اخذ من المعلومه، واحد اثنين، كلنا ما عندنا مانع نحن نجاوب على بعض الاسئله وساعدنا كثير. صح. اللهم لك الحمد. اسال قبل لا تروح، او على الاقل روح للمحلات اللي معروف عنها انها فعلا شغلها وناسها فاهمين ويحترمون الزبون، انهم يقدمون المنتج اللي فعلا يناسبك، مو مجرد للبيع وبس، يقدموا خدمه. بالضبط. تمام. هذا مو مجرد بياع وبس. تمام. بعد ما تعرف هذه المعلومات، ذيك الساعه روح اي مكان اشتري، لان خلاص انت صارت عندك المعلومه اللي انت واثق من نفسك ان انت راح تختار الشيء الصح.
صح، اتفق معاك. طلعت موضه من فتره كده ابو فارس يقول لك الفيب ممنوع، الفيب اتمنع في البلد الفلاني، الفيب ملهوش ترخيص، الفيب ملهوش قوانين. فرايك ايه في الموضوع ده، او اجابتك ايه عن الناس ديت، او بالنسبه للدول كل دوله ليها سيستمها؟ فانا برضو عايز اعرف ردك على الناس دي ايه. والله انا ما ادري شنو المشكله بالضبط يعني بكلام هذا اللي قلته. يعني مثلا انت عندك ما بين اوروبا، امريكا، ودول الخليج كلها فيها قوانين الفيب مسموح، لكن تحت قوانين معينه. يعني على سبيل المثال انتم شايفين ما بين الامارات وما بين السعوديه في قوانين معينه، والاردن ال10 ملي ولا 50 ملي، وانه يكون هذا، وحتى الاسامي والستيكر ما يكون عليه مثلا شغلات تشد الانتباه والامور هذه. فالتقنين موجود. اوروبا وامريكا خالصين من عندها. بعض الدول الثانيه اللي ما فيها قوانين، هو وين المشكله؟ هي المشكله مو بالفيب نفسه. تمام. هو هذه الفكره المغلوطه. المشكله في البيع، انا قاعد اتكلم بالفيب والشراء. البيع والشراء. الفيب مو مشكلتنا احنا مع الفيب، احنا مشكلتنا منو اللي قاعد يبيع الفيب. تمام. الذمم مختلفه. في اللي ذمته عاليه وفي اللي ذمه ماكو ذمه، صح ولا لا؟ صح. احنا مشكلتنا مع الناس اللي بس تبي تبيع وتربح من غير ما تخاف الرب العالمين. فهذين هم اللي احنا بالاخر المشكله ان احنا ما نتهم البايع، احنا نتهم الفيب. صح. منو الاسهل؟ والله الفيب هو اللي صار فيه، هو اللي سوالي. لسه هنحقق. زين، مو الفيب اللي سوالك. زين، منو اللي جاب لك هذا المضروب؟ صح. منو اللي يجاب لك هذا المضروب؟ انزين، 1 2، انت ليش اخترت تشتري مضروب؟ لا تقول لي ان انت بريء ومسكين، لا انت اكيد دورت الرخص. تمام. صح ولا لا؟ تتفق معي بالكلمه. احنا ما نقدر ننكر ان في ناس والله هذا سعره ارخص من هذا. انزين، بعطيك مثال بسيط وان شاء الله يعني توصل للفكره. انا عندي هني مثلا اكل، انا بتكلم عن اكل، احنا قاعد نتكلم عن شيء يدخل الجسم، هذا يدخل الجسم، صح ولا لا؟ اوكي، بعطيك مثال قريب منه. اكل، هذا اكل بايت سعره 10، وهذا اكل جديد سعره 15، وانت عارف ومعروضين قدامك. حتاخذ مين؟ اخذ الصبح. اخذ الفريش الجديد، لان انت عارف هذا بايت وصار له فتره طويله، ممكن يكون متعفن لكن رخيص. صح. لو انا عميتك ولا قلت لك انهم الاثنين فريش، وهذا 10 وهذا 15، صح. راح تاخذ منه؟ اخذ ابو 10. ليش؟ لانه ارخص. انت ما قلتليش، او انا ما عنديش الخبره او الخلفيه، المعلومات الكافيه أي. اللي يبان لي ان ده بايت وده صابح، انزين. او ده فريش وده ما قديم. لا، مو المشكله وين؟ احنا على طول ابو 15 حرامي. ما نفكر ان احنا ممكن نقول ان هذا متعني وجايب المنتج الصحيح وجايبه باحسن طريقه ومخزنه صح، علشان كذي زاد معاه التكلفه، فعلى هذا الاساس زاد معاه، صار معاه 15. صح. ما نفكر بالنص الثاني. انزين، لا احنا بس فكرنا بالجزء السلبي. اكيد هذا حرامي، اكيد، وهذا الشريف. انزين، لا مو هذه الفكره. هذا حاطهم بكرتون، قاطهم شنطه العربيه وبيلف فيهم، والله يعلم من وين جايبهم اصلا، ومضروبين وما راح، عشان كذا باع لك اياهم ب10. صح. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. كنت قاعد من كام يوم أي. فابص على المنتجات اللي عندي، فجات لي فكره، لو انا ممكن اخترع جهاز بس اخد من الجهاز ده أي. مش عارف ايه من هنا وايه من هنا، واعمل جهاز اللي هو البرفكشن، الجهاز المثالي. اوكي. فانا عايز اقتراحاتك. لو انت قدامك مثلا هنتكلم في حته، مش سيبك من كل الاجهزه، هنتكلم عن البوت سيستم. الفكره كانت في بالي من كم يوم. تمام. والله كانت في بالي منو اللي اجمع على بعض عشان يطلع معي الجهاز المثالي. انا عايز اجابه مثاليه. كمل سؤالك. بس انت قصدك على جهاز مش هنتكلم عن المود سيستم، مش هنتكلم عن البوت سيستم بود. بانه الاكثر مبيعا او اكثر انتشارا دلوقتي. اوكي، شوف، بحكم اللي انا جربته واللي انا عارفه والاجهزه اللي احنا جربناها، بالنسبه لي انا الجهاز المثالي هو عباره عن بطاريه وبود يول، شريحه فيبريسو، تمام، تصميم نكسلم. الله. نكسلم جو. يعني لو النكسلم جوه البطاريه بالتهويه، بالحجم، بحجم البود، تمام. لكن كويلات اليول، تمام، بطاريه اليول الممتازه، تمام. بس شريحه الفيبريسو الممتازه اللي هي تظل معك لاخر بوف نفس المستوى. تمام. هذه الوحيده اللي تعطيك هذا الاداء. هذا انا عندي اشوفه البود المثالي. والشريحه الاكثر اللي بتاعت فيبريسو يعني انا ايش رايك بالتوليفه؟ لا انا بتخيلها دلوقتي، ده يبقى الضرب فيه عامله ازاي. تذكر معي منو افضل شرايح حسب تجربتنا اللي فعلا الشريحه اللي تعطيك اداء ثابت لغايه اخر بوف؟ الوحيد تقريبا الاكسون والجن. الاكسون والجن. انا بقول لك بالنسبه لي الاكسون انا اوريدي عارفها وشايف تطور، يعني شايف تكنولوجيتها عاليه جدا. تمام.
دائما والكل يمكن في وايد ناس راح يتفقون معي، بطاريات اليول هي من اكثر البطاريات كفاءه على مستوى العمر. صح. 1 2 فكره الدول كويل اللي موجوده بالنكسلم بالاضافه الى بود ال5 ملي بالاضافه الى بعد التعديل على التهويه اللي صار مع النكسلم جو سوالي جهاز بيرفكت. يعني انت يعني برضه انا اعدل على النكسلم العادي، انا اخد الاير فلو بتاع النكسلم جو. يا جدعان انا قاعد مع مهندس يا جدعان، وربنا قاعد مع مهندس. الكلام ده يتدقق شركات، احنا عايزين فلوس، اللي يتفرج على ده ويصنع عايزين فلوس على فكره جهاز احسن جهاز. فكره هي مش عايز احدد شركات معينه، بس احنا عندنا شركات قديمه كتير بقى لها اكتر من 10 سنين. اي تبقى معظمهم 10 11 سنه تقريبا. تمام 10 11 سنه برضه فتره مش قليله. نعم حتى لو تلاحظ ترى معظمهم هذه السنه كلهم احتفلوا بالسنه العاشره. لاحظت شغله معظمهم العاشر. اي انا شايف ان الشركات دي انتشارها او تواجدها في الماركت العربي دلوقتي ما بقاش زي الاول. أوكي. هل بسبب المنتجات بتاعتهم، ولا هل بسبب سياسات التسويق بتاعتهم، او هل بسبب الاداره فيهم، او هل احتياج الماركت بتاعنا لحاجات معينه لسبب ايه بالظبط؟ وهل شايف ان هم هيرجعوا تاني؟ في امل ان هم يقفوا على رجليهم ويثبتوا حضورهم في السوق والماركت بتاعنا تاني؟ والله شوف اسلام، هذا اجابته طويله جدا. جاوب على اللي تقدر عليه واحنا راضيين. لان شنو انا لازم اكلمك على كل شركه بحكم معرفتي او معرفتي المتواضعه في كل شركه. لا انت ما شاء الله على خبره وعلى علاقه مع الشركات وحاضرها نقدر نقول. يعني شوف اذا انا بختصر لك ان من افشل شركه، مو افشل، اكثر شركتين اختفوا بالفتره الاخيره، نقدر نتكلم نقول على اخر سنه. تمام. نقدر نتكلم ما بين الجيك فيب والفيبريسو. ماشي. بالرغم من ان هذول الشركتين الكل عارف، مو انا اللي راح اتكلم، ان هذول الشركتين شنو من اسم كانوا وشنو من منتجات اسطوريه عندهم. تمام. احنا نتكلم عن الليجند، وقاعد نتكلم عن الويناكس، ونتكلم عن اجهزه والهيرو، وما بين فيبريسو عندنا الكروس، وعندنا مثلا على سبيل المثال الارمر والامور هذه. تمام. لكن اللي لاحظناه اخر سنه هذه، نتكلم عن سنه ونص الاخيره، شنو اللي صار معنا؟ صار التكرار. ماشي. واحنا اوريدي عندنا سابقه على شركه كانت عظمتها تتجاوز جميع الشركات. رحم الله والديك. سموك شنو كانت؟ لغايه قبل 5 سنوات نقدر نتكلم شركه اي شيء تنزله ينباع لهالدرجه وصلنا، لان العالم صار كلهم على لسانه سموك 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 سموك. بس شنو اللي قتلها؟ التكرار. وشنو اللي ساعدها في بدايتها؟ هي بدايتها انها كانت موجوده وخذت هذا الحجم في بدايه الفيب، لكن احنا الحين في فتره الواعين على الفيب زادوا عن اخر 5 سنوات ولا 10 سنوات. اي زادوا بشكل جدا كبير، وزادوا الناس اللي عارفه هي عايزه ايه. صح. فانت لما تجي تكرر عمله سموك في هذا الوقت اللي فيه عندك جمهور واعي، ما راح تقدر تمشي. صح. ما راح تقدر تسلك. ليش؟ لان خلاص عندك زباين او عندك مستهلكين واعين. تمام. ما راح استوعب ان انت والله لما تنزل لي جهاز وبعدها بشهرين تنزل لي جهاز ثاني بس مغير لي اللون وتقول لي ان هذا جهاز جديد. لا. الزبون صار واعي لهذا الموضوع. هذا نوعا ما اخر سنه تقريبا او سنه ونص تقريبا اللي شفناه من شركه جيك فيب و فيبريسو. في يعني معلومه ما ادري اشاركها معاك ولا لا، على شركه محبوبه جدا عندكم، اتمنى وعندي طبعا وجهه نظر عليها خصوصا على جهازها الاخير. اني شركه اولا اوكسفا. اي مالها اوكسفا بقى؟ شايف اللي قلته قبل شوي على الجيك فيب والاوكسفا نوعا ما قاعد اشوف جيك فيب وفابريسو نوعا ما اشوف اوكسفا نوعا ما هي في هذا الاتجاه اللي هو ايه؟ التكرار. يعني على سبيل المثال احنا لو بنتكلم في اخر 6 شهور فقط او اقل حتى من 6 شهور. طبعا. اقل يعني 4 شهور يا رجل. احنا قاعد نتكلم عن 4 شهور. احنا قاعد نتكلم عن نكسلم السكيو برو 2 الاول. لا احنا الحين اخر 4 شهور. النكسلم جو. اي الاس كيو برو 2 متى نزل؟ تقريبا اي شهر؟ نزل تقريبا في شهر 4. يعني 6 شهور احنا نتكلم فعلا. النكسلم اس كيو 2، النكسلم الاكسلم 2 برو دي ان اي، النكسلم جو، اكسلم جو جو 2 كم منتج في خلال 6 شهور؟ 5 منتجات في 5 شهور. حلو. الكيو والنكسلم والدي ان اي انا ما عندي مشكله وياك. ماشي.
ما عندي مشكله فعلا. هذا السكيو اللي هو المربع الجديد اللي هو على اساسه برقم ان انت عندك لاين البرو نزل منه نسخه البرو. اشكرك جميل الجهاز، قدمت لي شيء جدا جميل. النكسلم هذا عندك انت نقله نوعيه في نوعيه البودز اللي انت اللي نزلتيها، طلعتي لي من الاكسلم يا اوكسفا. لكن لغايه شهر 6 لما كنا في معرض دبي قدمت لي النكسلم جو ماشي حلو. نسخه اقتصاديه من النكسلم متعودين، لكن تجي لي الحين بعد شهرين وتنزل لي الاكسلم جو 2. تمام. انت بتعمل ايه؟ فهمت قصدي؟ فاهم قصدك. لا تركز لي على هذه الجمله، انت اشمل كل اللي ذكرته قبل شوي. ايوه فاهم قصدي؟ اجهزه كتير ورا بعضها فما ينفعش ضغط كده نفس اللي عملته سموك. احنا الحين سوينا قمع، نهايه القمع اللي هي بالنسبه لي المصيبه. تمام. البودات تمام. هي نفس البودات، هي نفس كل حاجه. فاحنا الحين ركزوا معاي يا شباب، احنا بنتكلم نفس المثال اللي قلته. انا نزلت جهاز ونزلت بعد الجهاز بس كاني غيرت لون، بس تمام. البودات اللي هو التجربه النهائيه هي واحده. تمام. هي واحده نقدر نقول على مستوى الاكسلمز كلها. بالاضافه وهذا كلام على فكره بالريفيو الخاص اللي راح انزله للسلم جو 2 راح اقارنه مع النكسلم جو. تمام. انا بالنسبه لي شنو قلت لك قبل شوي، النكسلم هو من الاجهزه اللي راح ماخذ منها قطعتين عشان اسوي الجهاز المثالي. الجهاز المثالي. وانا فعلا الجو يعني تصميم النكسلم العادي مع تهويه الجو وبطاريه 1800 احنا قاعد نتكلم لان فرق في عندنا بطاريه. انا قاعد اشوف ان النكسلم جو افضل جهاز اقتصادي حاليا لهذه السنه بجميع المقاييس. تمام. حجم البود، مستوى الطعم، مستوى السحبه، مستوى البطاريه، مستوى الحجم، الشكل، افضل بالنسبه لي افضل جهاز اقتصادي لسنه 25 حاليا. انا لغايه نهايه السنه ما ندري شنو ممكن يطلع لنا. ليش السلم 2 برو جو 2 برضه ممكن يكونوا شافوا الماركت محتاج الحته دي، لان يعتبر اكتر منتج حقق عندهم وانتشر هو الاكسلم جو. صح. فهم برضو عملوا تعديلات كبيره، ما عملوش تعديل ايه، ما خلوش 1000 بقى 1200، لا خلوها 1500. صح. وقال لك ايه، طب خد عندك كارتش جديد نفس الكويل اللي جوه، نفس القطن وكل حاجه، بس خليه 3 مللي بدل 2 مللي. انا بالنسبه لي انا كمستخدم للفيب كفيبرجي عندي الاكسلم جو 2 وعندي النكسلم جو. انا اكيد لما بشوف المواصفات اكيد اي مواصفات الافضل اكيد النكسلم جو، بس النكسلم جو برضو بيروح للناس اللي أيوة. محبين لفليفرات معينه. الديزرت مثلا النكسلم جو حلو فيه، انا دي وجهه نظري، لان دويل مش كويل تماما في ايه، ان كويلات او بودات الاكسلم انها فاشله بالديزرت. لا في النكسلم جو النكسلم جو لا انا قاعد اتكلم عن الاكسلم. لا ما انا قصدي بقى أي. لو انا قدامي النكسلم جو دوت لازم النكسلم جو انا هشرب عليها ديزرت. اوكي. هشرب عليها حاجه فيها ميكسات كتير، فلفرات كتير، ومع هذا ومع الفاكهه ممتاز. تمام. ومع الفاكهه والسنجل يعني افضل من الاكسلم ولا مش افضل؟ افضل من الاكسلم. بس انا هذا قصدي بودات الاكسلم. بس هي الشركه مستهدفه مين؟ مستهدفه الناس اللي داخلين لسه الفيب، الناس اللي مبتدئه في الفيب، عايزين انت جاي عليا فعايز ايه؟ برضو اسم اكسلم جو لوحده بيبيع. انا وياك عايزين يستفيدوا من اسمه برضو. شوف اذا احنا بنروح لمنطقه اللي هي الفكر التجاري ان انا ابيع انا وياك 100%. تمام. لكن انا قاعد اتكلم كفيبرجي. انا لما اشوف المواصفات وانا شخصيا لسه منزل بود اللي هو النكسلم جو وشفتي كان البطاريه 1800 وبود 5 ملي وممتاز على مستوى الديزرت وممتاز على مستوى الفواكه. وخلال شهرين انزل اكسلم جو اللي انا لسه من شهر 6 منزل الدي ان اي اللي هو فيه نفس البود. انا ما اعيب الجهاز ولا اعيب الفكره، انا اعيب التكرار اللي وصلنا لمرحله ان نفس سموك. ايوه. ان تضرب نفسك بنفسك. انزين انت يا مستهلك انت بالاخر اتوقع اكيد واعي. صح. انا الاكسلم جو ليش احتاجه اذا كان عندي النكسلم؟ في ناس بتنشب اكتر من جهاز عشان لو ده فصل ده يبقى شغال معايا، ده عليه اشرب عليه حاجه وده بشرب عليه حاجه. اخذ 2 نكسلم. اخذ 2 نكسلم.
انا عاجبني الاكشن اللي داير دلوقتي. وجهه نظر لا بس اكثر. اقول لك حاجه، أي. لولا اختلاف الاذواق لبرك اكيد السلع. انا قاعد اتكلم عن وجهه نظري الخاصه. انا هذا اللي قاعد اقوله، مو قانون ولا لازم يمشي على الكل، هذا وجهه نظري الخاصه، واحنا اوريدي بحلقه نقاشيه. ايوه عادي براحتك، لا هو سكريبت ولا هو. انا قاعد اتكلم عن رايي الشخصي ولا للفيديو ده سبونسر. نيجي للبودات بقى. البودات واخده حصه جامده من السوق. نعم. بس الديسبوسبل بدأ يعمل هجمة مرتدة دلوقتي. الديسبوسبل انا مؤخرا شايف لك ريفيو لجهاز 50,000 باف وجهاز 70,000 باف. الديسبوسبل رايح على فين؟ عايز رأيكم في الكومنتات في موضوع ده. الديسبوسبل رايح على فين؟ شاركونا الحوار برضو، قول لي رأيك. شوف، اول شيء خلينا نتكلم بكل صراحه ان الديسبوزبل تطور بشكل جدا كبير اخر 3 سنوات. حصل. اخر 3 سنوات بالضبط تطور بشكل فلكي. حصل. من بدايه الدولمش، من بدايه تقويه الشريحه اللي صارت عشان يوفي الدولمش لازم يكون في اقوى، اللي على اساسه صار عندنا اكثر من مستوى قوه، وايضا على مستوى التصنيع الداخلي. بحكم ان انا مسوي جهاز من قبل فانا عارف يعني شنو التصنيع وتحديات التصنيع الداخلي لحفاظك على السائل داخل هذا الجسم وما يسرب خلال فتره تدري الشحن والتوزيع وفتره طويله على ما يحافظ عليه الامور هذه. فتطورت بشكل جدا كبير. هذا التطور انعكس وين عندنا؟ اول شيء انعكس على مستوى الطعم، وانت شايف اتوقع انت شفت وجربت وسويت ريفيوز لفيديو اجهزه كثيره من الديسبوزبل. مستوى الطعم شلون فيها؟ رهيب، رائع، رائع، لدرجه ان في ناس يقول لك ان طعم الديسبوزبل احلى من البود. صح، فاهم قصدي؟ يقول لك هذا الكلام. طبعا هذه الاعتبارات كثيره. خل اشارك لك معلومه منها. ماشي. تركيز الفليفر بالديسبوزبل الشركات تتعمد تزيد تركيز الفليفرنج علشان يكون طعمه افضل. هذه من احد الاعتبارات ليش بعض المرات تحس ان الديسبوزبل طعمه اقوى. ايضا في فكره ثانيه اللي هو استسهال المستخدم لاستخدام جهاز باسهل طريقه ممكنه. تمام. ما فيها تفكير. صح. يعني مثلا لما قلنا على المثال اللي قبل شوي، لما قلنا مدخن رايح يدخل على الفيب، البود وتعب البود ونوع النكنك والواط والتهويه وما اعرف ايش، لكن بالمقابل لما يلاقي ديسبوزل افتح ادي. صح. هذا الاستسهال شنو، وهذا الاستسهال اصلا مضمون بحكم التطور اللي احنا قلناه على مستوى التصنيع اللي عطانا مستوى تجربه جدا رائع. تمام. سالفه ال60 وال70 والامور هذه انا تكلمت عن هالموضوع اكثر من مره، ان كان بلايف ان كان بالريفيو الامور هذه. شوف احنا وين مشكلتنا مع هذه الارقام؟ هذه ارقام تجاريه. تمام. معظمها. تمام. ارقام تجاريه. اي تجاريه مبنيه على شنو؟ المعلومه اللي عندي اللي انا اعرفها اللي هو معظم شركات صناعه الديسبوزبل عندهم جهاز لقياس عدد السحبات. لكن هذا الجهاز له زمن يتم تحديده على اساس ان هذا هو زمن السحبه. جزء من الثانيه. جزء من الثانيه اللي هو 0.7. تمام. احنا البف بتاعنا يعمل 5 يعني تخيلوا شباب 0.7 من الثانيه، يعني عباره عن شنو؟ هذه السحبه. هذه هي السحبه فقط. لكن اكيد معظمكم عارف لما يستخدم بعدنك كلنا مو اقل من ثانيتين. يعني على سبيل المثال مو اقل من ثانيه ونص الى ثانيتين. فهذه الارقام المبنيه اللي انت تشوفها على العلب او معظم الشركات اللي تحطها على اجهزتها هي مبنيه على جهاز عداد السحبات اللي مبني على زمن تم تحديده اللي هو 0.7 ماكسيمم ثانيه. وفي بعض الشركات هذه اللي اصلا لا اساس ولا اللي هي تحددها حطت في بالها ان الملي واحد يسوي 1000 بالضبط. سحبه. بيخترعوا بكيف امك. بكيف منو كيف منو الملي الواحد يعطيك 1000 سحبه على هالاساس. وهذا طبعا لهم الاعتبارات انه والله اذا كان الكويل 1 واذا الكويل 0.8، يعني اعتبارات صح. غبيه على اساس قاعد يحطون هذه الارقام. لكن انا نصيحتي بكل بساطه اي جهاز تشوفه ديسبوزبل كم الرقم اللي عليه احسب النص بالضبط بكل بساطه. هذا حسبه عرب اي حسبه على الماشي، حسبه بالبلدي اي بالبلدي على قولتك. اي يعني اللي يقول لك 70 يا اخي يقول 30 شويه. لا اللي يقول لك 30 قول 15 يا اخي قول 10. العشرة حقيقيه شويه مو شوي. صح. عايز اعرف بقى منك ابو فارس ايه الشركات اللي مش واخده حقها في الماركت العربي بتاعنا، او المنتجات مثلا، او انت شايف منتج معين او منتج محدد كان المفروض يبقى موجود في الماركت ومش واخد حقه، مش واخد حته من التورته. عايز اعرف وجهه نظرك في السؤال ده. اوريدي من معرض دبي انا تكلمت على موضوع شركه اسباير.
تمام. شركه اسباير عريقه ممتازه متطوره من مستوى شركه فيبريسو على مستوى التطور. تمام. لكن مظلومه جدا بالوطن العربي بشكل جدا كبير. شوف الشركه نفسها اعترفت لي ان في اخر سنتين هم اصلا ما كان عندهم اهتمام بالوطن العربي. تمام. لان هم كان عندهم سوقهم قوي جدا في امريكا وشويه اوروبا وشويه اسيا. لكن اخر سنتين انتبهوا للسوق العربي وعرفوا قوته والامور هاي فبدات تقدم نفسها للسوق العربي. لكن بشكل عام ايضا ما في اهتمام من السوق العربي لهذه الشركه او تقديمها. ليش؟ لان مثل ما قلت لك انا كتاجر انا ابيع المطلوب واسباير مو معروفه فاقدم لك اسباير على هاي اساس. لو نلاحظ الحين الحمد لله رب العالمين انا قبل لا اجي عندك هنا مصر لاحظت تبارك الرحمن عندكم في مصر اشوف اسم اسباير بدا الاورا. قمت اشوف الاورا وقمت اشوف البيكسو. يعني بدينا نشوف وحضور لشركه اسباير. تمام. حاليا لكن اذا على زمان فهي اسباير. بالنسبه للمنتجات شوف ما اقدر اقول لك هل هو حظ يعني الله كاتب ان هذا الجهاز ما ينجح. صح. هل هو غالي عشان كذا التجار ما يشترونه؟ هل التاجر او السوق بشكل عام متجه لنوع معين من الاجهزه فما مش عايز يغامر بشيء جديد؟ يعني على سبيل المثال انا مستغرب الى هذه اللحظه الفينشي اي 120 تبع الفوبو تعبني ده بقى. جربته وانت جبار بطاريه 4500 ملي امبير. اعور قلبك زياده. اعور قلبك. ارجوس اي اللي نزل سنه 24 اول بد بشاشتين اول بد يعمل لك كاونتر للبف بتاعك. هذا وينه؟ تخيل هذا جهاز لا وينه بالسوق. جهاز كشكل كتصميم بودات الارجوس اللي انا وياك متفقين رهيبه افضل ما انتجت شركه فوبو بتاريخها. صح. فهي بودات الارجوس وكويلات البي ام بي اكس ازود على كلامك. بي اكس روعه. صحيح. لكن هذا كجهاز جميل تصميم حجم بطاريه اداء وينه؟ صح. هذا عندك امثله يعني اجهزه رائعه لكن ما صار لها نصيب عندنا بالسوق. مثل ما قلت لك لها اسباب كثيره ذكرت لك اياها ما تقدر تحدد اي واحد فيهم ويكون ممكن سبب رئيسي. صح. عايزين واحده حصريات. فيش تعاون جاي جديد في السكه. لازم الاستغلال بالموضوع. لازم. يعني ابو فارس عمل فارس ار دي تي اي وعمل تانك الصحاره وعمل بود المود سنه 2018 اول بود 30 واط وتايب سي وعملت لاين ليكويد اللي هو تبع اتش ام فيبس الاي سي بليجر واي سي توباكو وعملت سي 3 وعملت سي 3 واخر تعاون ليك مع براند كان مع اوكسفا كنت عامل الاوكسباشن. حصريه بقى عايز حاجه جايه في الطريق حاجه جايه في السكه مولود لسه هيطلع كده للعلن. عايزين بقى حصريه ما ينفعش الفيديو يعدي كده. شوف في مشروعين ما شاء الله. اي مشروع شغال عليه حاليا والثاني لسه مرحله المباحثات يعني ما اشتغلنا عليه. تمام. الاول هو عباره عن تانك ما راح اقول لك اكثر من كذي. تمام. الاول اتومايزر اي اتومايزر بشكل اتومايزر بس شو اي نوع من الاتومايزرات ما راح اقول لك. سؤال ثواني معلش. واحد مستخدم لتانك زي ده يوم ما يعمل لك اتوبا تانك هيعمل لك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. انت شوقتني الوقت. الله يسلمك. حاليا وصلنا سوينا التصميم واحنا الحين في مرحله بناء العينه الاوليه. التصنيع يعتبر دلوقتي. لا العينه الاوليه اللي هي التجربه الاوليه اللي هي على اساسها بنشوف المقاسات بنشوف العيوب بنشوف التعديلات الامور هذه. لكن احنا خالصين من التصميم خالصين من الفكره العامه من التانك وعلى اساسها ان شاء الله الحين بيتم التصنيع العينه الاوليه. تمام. فاحنا قاعد نتكلم يمكن ان شاء الله نهايه السنه ان شاء الله اذا الله سهل وكل الامور مشت. هذا التوفيق. المشروع الثاني هذه محادثات. هذه شركه هي اللي عرضت علي ان نبي نعمل معاك لاين نكات. تمام. غاروا من اوكسباشن غاروا من اوكسباشن. تمام. فحابين ان شاء الله يسوون معاي لاين نكات. فاحنا الحين مرحله مباحثات على اساس ان كم نكهه وعلى يعني الامور هذه امتى هم يكونوا جاهزين. فاحتمال كبير ان شاء الله شهر 10 ممكن يبدا هذا المشروع. طبعا لو قعدت ساعه اقول لك ايه الشركه ايه اقتراحاتك ايه الافكار مش هيحصل. لما يصير ان شاء الله انت اول واحد راح تعرف. خلاص ماشي. لو قعد يا جدعان هقول لك انا الحصريات عندي. هفتح معاك موضوعين. الموضوع الاولاني موضوع قديم والموضوع الثاني موضوع جديد. انت صاحب القرار نبدا بايه فيهم دلوقتي؟ اللي هم موضوعين. انت قول لي عايز تبدا بالقديم ولا الجديد؟
انزين حتى تكلمنا قبل شوي عن هذا. لا ملوش اي علاقه باللي احنا اتكلمنا اي لا يعني تونا تكلمنا عن المشاريع. نتكلم الحين يلا عن شيء قديم نغير شوي. الشيء القديم. زمان في الكويت وزمان في الوطن العربي كان في ما شاء الله ريفيور كتير. صحيح كتير. صحيح. وجت فتره انا كنت لسه متابع. نعم. انا كنت متابع ليك وللناس دي كلها وانت على راسهم طبعا رقم واحد عندي حبيبي. لا انا اقول الحق واقول في اي حته انا بتعلم منك. دي شيء ما يعجبنيش. والنعم فيك وفيهم. ايه سبب اختفائهم وسبب المناوشات اللي انا كنت بشوفها على الاستوريات على الانستجرام؟ كنت بشوف اكشن. فلان بيرمي لفلان وفلان بيبعت لفلان وفلان بيمنشن لفلان في وشه وفلان بيقعد مع فلان يقول احنا قاعدين مع بعض دلوقتي. انا مش عايز اذكر اسامي. بس عايزك تحكي لي ايه اللي حصل. الناس دي كلها راحت فين؟ اختفت نهائي. حتى ما فيش حضور لمعرض دبي دوت. مفيش حد فيهم قال لك ايه اروح اتفرج على المعرض اشوف الدنيا. الناس دي اختفت كلها راحت فين؟ صحيح. وانت الوحيد اللي فضلت على الساحه. طبعا في ناس اختفت وبعدين رجعت تاني. دول اخواتنا وحبايبنا. بس انا بتكلم ايه الباقي كله راح فين؟ كتير ما كانش واحد ولا اثنين. صحيح. شوف هو السؤال هذا علشان يتجاوب اول شيء في مجموعه اعتبارات او مجموعه امور لازم اشرحها علشان توصل لك الفكره ان ليش صارت هذه الاحداث وليش في ناس اختفت. تمام. في البدايه عندنا احنا مفهوم مو مفهوم بشكل واضح عند كثير من الناس او في لخبطه ما بين الناس اللي هو ما بين الريفيور والبروموتر والانفلونسر او نقدر نجمع البروموتر والانفلونسر كيان واحد. تمام. اللي هو نفس الفكره بروموتر او انفلونسر اللي هو الدعائي نقدر نقول اللي هو يسوي دعايه للمنتج اللي هو يعرض المنتج ويتكلم ويشهره ويعني كان مثل بالبورد اللي هو اعلانات الشارع. تمام. او يعني او التلفزيون أو صح. هذا هو بالنسبه لي بروموتنج او انفلونسنج. لكن الريفيور هو عباره عن شخص فعليا يجرب الجهاز ويعطي رايه فيه. الغلط وين صاير هني اسلام؟ ان صاير الجمع ما بين هذيل الاشياء الثلاثه. تمام. عند الناس اول بشكل عام ان العالم ما تفرق ما بين الريفيور وما بين البروموتر. تمام. واحنا شرحنا شنو الفرق ما بينهم. صح. الريفيور مثل الله يذكره بالخير اخونا يجدي. تمام. دائما شنو كلمته؟ يقول بعض الناس اللي تطلع تقرا لك المنيو تبع هذا ويقول لك ان هذا ريفيو. صح. هذه كلمته تتذكرها. أيوة. وفعلا كلامه صحيح ان في يعني بعض الاشخاص اجتهادهم هو عباره او عرضهم للمنتج هو عباره عن فقط ذكر مواصفات الجهاز. انزين المستهلك او المتابع لك او اللي قاعد يشوفك هو ما يبي لك، هو اوريدي راح يعرف يقرا يدخل على الويب سايت وياه، لكن هو يبي تجربتك وملاحظاتك بحكم هذه التجربه. صح. هذا اللي يفرق الريفيور عن البروموتر. تمام. الحين ارجع لسؤالك انه على المناوشات والامور هذه الاكشن القديم. معظم اللي كانوا موجودين هم كانوا عباره عن ناس حبت ظهور الريفيور. ظهور الريفيور انه صار له مثل ما نقول مكانه في هذا المجال، فكانوا يبون ياخذون حصه في هذا المجال لكن من غير اي اسس. تمام. ما كان مؤسس على شغله. يعني على سبيل المثال انا بعطي مثال على نفسي. انا اوريدي دخلت هذا المجال كهوايه وما زالت هوايه. انا هذا المجال احبه. صح. الفرق ما بيني وما بين غيري ان انا اشارك مع اللي انا احبه. صح. لغايه ما صار مرحله شنو؟ صارت مرحله ان شركات تعرض عليك علشان تعرض عليها منتجها او تجرب منتجها وتعرضه عندك. تمام. لكن الاشخاص الثانيين مو فاهمين هذا المبدا، ماخذين المبدا ان لا هذا مجال المفروض يطلع من وراه فلوس. صح. فلما يجي الوقت ان شغلك مو جايب همه خلاص اوقف هذا المجال. بلاش. يعني مثلا هل انا ما جاتني ايام ما فيها فلوس؟ كثير. صح. لكن انا ما وقفني هذا الشيء عشان انت بتحب الموضوع. واكبر دليل وانت عارف هذه الشغله كم منتج انا اشتريه على حسابي واسوي له ريفيو. لسه كنا بنتكلم صح ولا لا؟ صح. منتجات غاليه، لكن بس انه مو غاليه يعني ما يغلى عليكم شيء طبعا، لكن هذا المنتج انا شاريه لنفسي. انت بتحب بس الفرق ان انا شاركتك يا متابع لتجربتي لجهاز عندي اياه. صح. لان انا مو بروموتر، ما راح تشوفني الا لما يكون عندي اعلان. انت قاعد تشوف ريفيور اللي هو عباره عن شخص يشارك لك تجربته في هذا المجال. تمام. هذا الفرق. في بعض هذه الاشخاص هم اختفوا من هذا المجال لأنه ما شافوا المردود اللي هم كانوا متوقعينه. هم شايفين هذا المجال هو عبارة عن مردود. صح. عشان كذا هم اشتغلوا فيه. صح. بس لما ما شافوا المردود
سحبوا نفسهم. سحبوا نفسهم، بس كان في مناوشات. انا عايز اعرف المناوشات والاكشن. جاي كان بهالكلام ده المهم. ما انا جاي كلام. انا ليش اشرح لك هذا الموضوع في البدايه؟ لان المناوشات كانت مبنيه على مو حسد. شلون اشرح لك اياها؟ انه ليش هذا الشخص يشتغل اكثر مني، فاكيد ان هذا بيطلع فلوس اكثر مني. ايوه. فاكيد ان هذا حرامي، هذا ما في ذمه، هذا ما اعرف ايه. الفكره اللي بوصل لك اياها انه لان هالنوعيه من الاشخاص اللي دخلوا في مجال البروموتنج او الامور هذه خذوها على اساس مبدا المقابل من هذا الشغل. تمام. فلما شافوا ان هذا الشخص عنده شغل اكثر وانا ما يجيني الشغل، فليه؟ وما ننكر كل واحد فينا اكيد شاف هالنوعيه من الناس، شفناها بحياتنا الخاصه، شفناها بافلام، شفناها بمسلسلات، شفناها بقصص، شفناها هذه موجوده، نفس البشريه موجوده هذا الشغله. صح. فالمناوشات كانت تدري مثل اللي تشوفها الحين بالكومنتات الكومنتات السوشيال ميديا بشكل عام على اي شيء بالدنيا، لازم اي احد يتكلم عن الموضوع لازم الثاني يشوه هذا الموضوع لما يكون ضده، يعترض، وممكن يقول اي شيء عشان بس يفوز بالنقاش. هذا اللي صار، حتى لو غلط، حتى لو تأليف، مو بس غلط. تأليف يا ريت انه بس غلط. هذا غلط خالصين منه. التأليف ردود افعالك وقتها اي كانت ايه؟ صمت. انت صح. ما ادري اقول هالكلمه هذه ولا قول والله ما ادري. قاعدين براحتنا، ما حدش معانا، ما حدش واخد، انا وانت والكاميرا وبس. ما ادري والله اقولها ولا ما اقولها. قولها. في كلمه امريكيه انجليزيه هي تنقال haters are the best followers. صح، اكتر ناس متابعين ليك الناس اللي بتكرهك. عرفت قصدي؟ هذا هو الهيترز ار ذا بيست فولورز، يعني احسن متابعين عندك هم اللي يكرهوك. تمام. فاهم قصدي؟ فانا خذيت انا الحمد لله طلعت من جو انه ليش هذا بيقول عني كذا وليش هذا بيقول عني كذا، طلعت الحمد لله رب العالمين. على فكره اسلام اخوك ترى 46 سنه. اللهم صل على النبي. عرفت شلون؟ ولا يبان عليك. الله يسلمك. ولا يبان عليك. ما اشوف هالامور بهالطريقه هذه. انا في عندي كلمه يمكن قلتها باكثر مره ذيك الايام طبعا وما زلت اقولها، يا جماعه هذا مجال فيب. صح. ما يستاهل. صح. ولا هذا نقاش ولا حرق الدم. هذا كذب، هذا سرق، هذا نصاب، هذا يا رجل انا وصلت مرحله من القوه انه ينقال عني ان انا اوقف الشركات عن الناس. او شنو هالقوه اللي وصلتها؟ مسيطر. رئيس شركه بجلاله قدرها انا اللي اوقفها عشان لا يتعاملون مع اشخاص. مثل ما قلت لك مجرد كلام ينقال علشان بس تجيش الجماهير. صح. اي حاجه صعبانيات. هذا بالضبط. لكن مثل ما قلت لك حط، يعني شايف اللي يقول لك في مثل يقول لك الكلام السيء اكتبه على ورقه وحطه تحت رجلك فتعلى. صح. هذا اللي صار حرفيا بالضبط. وفي الاخر كل واحد خد على قد نيته، واللي وصل واللي ريح واللي استمر واللي فشل اسمها فشل. بالضبط. ما اسمهاش حظه ما جاش، اسمها فشل. بالضبط. اللي استمر ما زال الله يوفقه، واللي طلع الله يوفقه. لكن بالاخر هذه تجارب علمتنا كثير على مستوى البشر نفسهم. السؤال اللي جاي بقى انا سألته لك السنة اللي فاتت، قبل السنة اللي فاتت ما تبدأ كمان، قبل معرض دبي. قلت لك ايه توقعاتك لمعرض دبي 2024؟ انت قلت لي هيبقى اجمد معرض، وقسما بالله هو اجمد معرض. انا حضرت معارض كتير. صحيح. المعرض ده اجمد معرض انا حضرته في حياتي. صحيح. 2024. صحيح. قبل معرض 25 انا سألتك برضو نفس السؤال. قلت لي مش هيبقى على قد المستوى بتاع المعرض اللي فات. نعم. ورحنا وللأسف كان نفس اللي انت قلته بالظبط هو اللي لقيناه. نعم. حابب بقى نعرف منك توقعاتك لمعرض دبي سنة 26. نعم. سنة 26 وجهة نظري راح يكون البهرجة الحد الأعلى، لكن على مستوى التقني أو مستوى ما سوف يقدم أفشل من سنة 25. يا لهوي ليه كده بتحبطني ليه من السفر؟ اقول لك يا الصراحه انا رايح قلت السنه الجايه نعوض السنه دي، ليه كده؟ راح تشوف بهرجه. شوف راح تشوف بهرجه اعلاميه 10 دبلات اللي صارت 25. بهرجه مو طبيعيه بانشطه بوعود باعلانات من الشركه المنظمه، شيء خيالي. وحتى وقت المعرض راح تشوف انشطه وراح تشوف بهرجه مو طبيعيه.
بنفس الوقت راح تشوف مشاركات لناس المفروض ما تكون موجوده في هذا المعرض. شايف اللي يقول لك ما ادري شلون اعطيك اياها كمثال، مول 5 نجوم بس تلاقي ناس حاطه فرشه على الارض وبيبيعوا بياعين سريح مثلا، راح تشوف هذا بالمعرض. لا فيها سنه 26. انت بشر ابشر ابشر. فهمت المثال؟ فهمت المثال اللي وصلت لك اياه؟ يعني راح تشوف بهرجه تمام، بس على مستوى المشاركات ومن الناس اللي مشاركه ومن المقدم راح تحس انك كانك بسوق جمعه. يعني تمام. مول كايرو مول من برا، سوق الجمعه داخل. هذا راح يصير. عارفين ده لو حصل انا وعزة وجلال الله بالحزام كده وهضرب الشركات. انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ مش هسكت انا. ابو فارس، بما انك بتعمل تعاونات مع شركات وبتطلق لاينات ليكويد وبتعمل حاجات وعملت حاجات قديمه عظيمه، انا من عشاق الاي سي بليجر والاي سي توباكو والسيسري اهي مخبئه. هو خد باله ان انا عندي واحده. ايه دلوقتي بما ان الاي سي بليجر يعني اتش ام فيبس توقفت خلاص، فانت شريت دي ال نعم. فايه الليكويد الفري بيز اللي انت بتشربه او بتقدر او انت بتحب ايه؟ بتختار اني فليفر؟ اوكي. انت تبي تعرف ليش وقفت الاتش ام فيبس ولا؟ اتمنى اعرفها. انا عارف القصه بس لو قلنا للناس ده بص هنعرف الاول ليه اتش ام فيبس او ليه اهو فين فوق ايوه او ليه ده الليكويد اللي احنا بنتكلم عليه. ده يعتبر من اوائل الليكويد اللي ابو فارس عمله، اي سي بليجر. هذا ثالث نكهه سويتها انا. ثالث نكهه الاولى كانت سي 3 بعدين الكوزمو بعدين هذه الاي سي بليجر بعدين الاي سي توباكو. تمام. دي اتوقف، دي خلاص ما بقتش موجوده يعني الشركات وقفت، فهنعرف منه السبب وبعدين نعرف هو بيشرب ايه. ايه اللي جوه هنا على فكره، وماشي بازازه ما عليهاش ليبل عشان بس نبقى عارفين. مش عايز يعرفنا ايه الليكويد اللي جوه. بص اهي ازازه الليكويد بتاعته اهي. ايه الليكويد اللي جوه هنعرفه برضه دلوقتي ان شاء الله. شوف بالنسبه لاتش ام فيبس، اللهم لك الحمد، كان تعاون جدا رائع. اخوي الله يذكره بالخير اخونا هيثم النجار ابو علي، تعاوننا ورحنا واشتغلنا. اول ما اشتغلنا مع بعض على فكره كان عندي انا نكهه قبل السي 3. انت عارف المعلومه ولا مو عارفها؟ انا كان عندي نكهه اسمها في جي ار مزاج. اول مره اسمع المعلومه دي. اي هذه الله يسلمك. ابو علي اول ما دخل عندنا السوق الكويتي هو كشخص كان عنده محاولات بسيطه بعض النكهات بالسوق الكويتي، بس انطلاقته وين كانت؟ حتى انا والله نسيت اسم الشركه، ان شاء الله اذا حضرني راح اذكر لك اياها. شركه بريطانيه تمام، عندها لاين نكهات رائع، فهو صار وكيلها في الكويت. تمام، صار وكيلها مجموعه نكهات كل واحده احلى من الثانيه. تمام. فبذيك الايام انت عارف اي شخص يعني لما يكون صاحب نكهات يسوي اعلان، ريفيور هاك تفضل جرب النكهه وعطنا رايك فيها والامور هذه. صارت علاقه بحكم ان هذا الشخص تعرف على شخص من اصدقائي اصحاب محلات. تمام. فجمعتنا الصدفه مع بعض، فانطرح موضوع انه خلينا نتعاون مع بعض انا وانت كشركه اللي انت تتعامل وياها، نطلع ننزل اسم. اول ما نبتدع فكره انه ريفيور يطلع ينزل نكهه ينزل لاين بالضبط. فقال لي انت مثلا على سبيل المثال شنو النكهه اللي تبي؟ والله شوف ذيك الايام حتى جاء ما شفنا يا اخي توباكو مع قهوه. ذيك الايام احنا قاعد نتكلم ما كانش لسه في التنوع. 2017 احنا قاعد نتكلم 2017. قلت له ابي توباكو مع قهوه ويكون عليها كريمه، يعني يكون بهالطريقه هذه. قال لي خلاص اكلم الشركه ونشوف شو اللي عندهم. الشركه سوت نكهتهم مو خلطتي، بس سوت النكهه على اساس هذا البروفايل اللي هو توباكو قهوه ويكون فيها كريمه. سووا هذه النكهه وسميناها في جي ار مزاج. ما هي هو الفي جي ار؟ فيب جيك ريفيوز. تمام. هذا هي الفي جي ار. أيوة. يعني مزاج في جي ار، مزاجي انا. زي كنت انت بتلبس كاب برضه ساعتها في جي ار. في جي ار. ايوه. ونزلت حاطين صورتي والفي جي ار كلمه الفي جي ار موجوده، ونزلت اللهم لك الحمد. فكانت مثل ما تقول مشاركه متواضعه. لكن وين المشكله؟ اول مشكله صارت لي فيها أو في بدايه نزولها، الشركه حطت عليها ستيكر الخاص اللي تبع الشركه، اللي هو اصلا هذه النكهه مسمينها توباكو اسبريسو. توباكو اسبريسو. اي تمام. لكن حاط لها ستيكر عشان تنباع في دول ثانيه. نزلت البحرين باستكرها الاصلي، مش الفي جي ار مزاج. فشنو صارت الضجه؟ ان هذه نكهه وايت ليبل، ان ابو فارس شايل الستيكر وحط الستيكر تبعه وما اعرف ايش. فانت هي اولموست صح 90% صح. تمام. لكن البروفايل انا اللي مقدمه، انت اللي مقترح الاختراع ده. بروفايل مو خلطه والمقاسات، لا البروفايل انا اللي معطيهم اياه.
فمثل ما نقول انضربت قبل لا تنزل اصلا. تمام. بس الحمد لله مش الحال. لكن هذه الضجه اللي صارت انقاس عليها انه ممكن يطلع من عندنا شغل حلو. صح. فهني اتفقنا انا مع ابو علي ان احنا نقدم لاين اتش ام فيبس، وكانت اول نكهه كانت السي 3. السي 3 هي عباره عن شنو؟ ايضا كان فيها قهوه على فكره. كانت السيجار مخلوط معاه نوع من التباكو مع الكراميل مع عودنا من الشيطان لمسه القهوه اللي هي مع الكراميل معطيك طعم النوغا تقريبا. التوفي رحم الله والديك. هذه كانت الشركه اسمها باندا فيب اسمها. كانت موجوده في شركه كنديه. الشخص هذا ابو علي كان عنده علاقه جيده وياه، فاحنا سويناها مع مصنع ثاني غير البريطاني اللي هو كان متعاون وياه. والنكهه هذه تقريبا اخذت من عندنا 5 شهور. ليش؟ لان مراسلات. تمام. ما رحت كندا، مراسلات وعينات، الريسبي الفلاني عدل ارفع عدل ما اعرف ايش لا لغايه ما وصلت للحين. اتذكر اليوم اللي بعثت فويس مسج لابو علي، صح هذه اخيرا. أيوة. اعتمدناها وسوينا الاستيكر هذه، وتبارك الرحمن لليوم نسال عنها. لليوم نسال عن نكهه السي 3. هذه كانت بدايتنا، كانت قويه جدا. بعدين رحنا اندونيسيا. ايضا ابو علي عنده معرفه مع صاحب مصنع ماليزيا. قلنا نسوي نكهه فاكهه. سوينا التباكو، لازم نسوي نكهه فاكهه. زين شنو في بالك ابو فارس؟ قلت له ابي نكهه اللي هي انا لاني، وحتى قلت له هذه في عصير في مطعم معين عندنا بالكويت عباره عن مشروب خلطه اللي هي الرمان مع الكرز مع اللايم اللي هو الليمون الاخضر. تمام. مع السباركل ووتر اللي هو الماء الغازي. قلت له هذا مشروبي المفضل. صدفه رحنا نسوي ايفنت اطلاق السي 3 في اربيل في بالعراق سنه 2018، وكان رمضان. تمام. حتى كان رمضان. فلما اطلقناه هناك سوينا حفله، ما شاء الله حفله كانت جميله وجمهور وتبارك الرحمن امورنا طيبه. خلصنا من الايفنت ميتين من التعب ميتين من الجوع، يلا نروح مطعم. تمام. رحنا مطعم ستيك فاخر، هو عزمني هناك. سبحان الله الجرسون جايب معاه كوبايتين، هذا اللي هو الضيافه. تمام. اللي هي الويلكم درينك. اشربها قلت له ابو علي تفضل الكوزمو. هو ده اللي انا عايزه. قلت له ابو علي هذا هو شوف الصدفه. سبحان فلما ذاقها استوعب انا شو اللي انا عايزه. فعلى هالاساس رحنا اندونيسيا ماليزيا شهر 1 2019. ورحنا المصنع هناك وقعدنا تقريبا 10 ايام. حتى حمود كان معي هناك وقعدنا وتخانقنا وما اعرف ايش بالضبط يا محفوظ السلامه. خلال 3 ايام 23 سامبل للكوزمو عشان تضبط. تمام. ما ضبطت الا لما استخدمنا فليفرات امريكيه. تمام. على الفليفرات الماليزيه مو راضيه تضبط اللي انا ابي اوصل له. تمام. وكنت متنح، ما راح تطلع، ما راح تساهل، لازم تطلع مثل ما انا ابي. تمام. ما ضبطت معانا الا لما رحنا جبنا طعم الكرانبيري اللي هو احنا كنا نبي كرز. بس الكرز طلع هو المشكله، جبنا الكرانبيري مع اللمسه السريه اللي احنا كنا حاطينها. اللمسه السريه هي كانت عباره عن طعم خلطه الموهيتو. تمام. هذه اللي هي معطيها مع اللايم، فهذا اللي معطيها الطعم المنعش مالها. تبارك الرحمن نزلت بالعراق كسرت الدنيا. انا الناس في العراق بيتكلموا عنها لحد النهارده. كسرت الدنيا. وانا لما جبتها من العراق خلي بالك، يعني لما جبت 3 ازاز من العراق. رقم 1 مبيعات حرفيا. رقم 1 لدرجه انها تقلدت. حصل. تبارك الرحمن تقلدت حرفيا. تمام. امورنا طيبه يلا، امورنا طيبه يلا. شهر 11 2019 طرنا المانيا. تمام. لما نسوي نكهات ديزرت. سوينا التباكو والايسي توباكو. سوينا التباكو او السيجار، سوينا الفاكهه، نبي الحين ديزرت. قلت له انا ابي ايس كريم. تمام. لازم، ما في نكهه ايس كريم حلوه. تمام. بالسوق عندنا بشكل عام. رحنا المانيا، قعدنا مع ميكسر كندي خطير، يفهمك وهي طايره فعلا. طباخ من الدرجه الفاخره. تمام. يخرب بيته يعني ما شاء الله. حتى ذكر اسمه لقبه اسمه زيجي اسمه كان لقبه. ونشتغل يمين ويسار، ضيف حط ما اعرف ايش. غيرنا اول شيء كان الموند، لا كان فول سوداني، لا ما اعرف ايش. اقول له عندك مكاديميا؟ تعرف المكاديميا نوع من انواع المكسرات. المكاديميا يقول موجود بس انه ما له طعم. قلت له شوف هو ما له طعم، لكن وجوده مع الايرش كريم اللي حاطينها على الايس كريم ممكن تعطيها ثقل معين. فهمتك تك 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 طلعت. هذه هي. تخيل خلال يومين سوينا النكهه وطلعنا من المصنع. رحنا منطقة هامبورغ أطلقناها لأول مرة.
بيومين. السرعه دي بيومين، لان كان في معرض بهامبورغ والمصنع كان مشارك في هذا المعرض او الايفنت، عرضنا فيها النكهه لاول مره وصورناها. تمام. واقبال الناس بقى في المعرض لما عرضتها بعد 3 ايام في المعرض في تيست، الناس كانت بتقول ايه؟ شوف، هو الناس اللي كان هذا المعرض كان بسيط يعني صغير، هامبورغ ده مش كبير، بعض الشركات، بس منه صدف كان موجود هناك حبايبنا اخواننا دكتور فيب. الله. محمد اللي هو اصلا خاله شريكه. ايوه، دي معلومه انا كنت عايز اقولها من بدري. ايوه بس تقلان ماشي. هم 2 اخوان ومعاهم ربعهم. تبارك الرحمن، هم من اول الناس اللي جربوا اللي اول مره. احنا يا دوب ترى عملنا علبه تمام مع الستيكر وبسرعه ستيكر اي كلام، بس نفس الفكره نفس اللون هذا، بس جربوها تبارك الرحمن. يعني خذينا من عندهم ردود فعل جدا طيبه، فتشجعنا نوعا ما على هالموضوع. بعد ما شاء الله لما نزلت تبارك الرحمن ايضا صارت مبيعاتها جدا ممتازه. تشجعنا مره ثانيه ننزل منها الاي سي توباكو، اللي هي عباره عن نفس النكهه لكن ضفنا عليها نوعين من انواع التباكو، سوينا خلطه عدلنا عليها ونزلت على اساس انها هي ايس كريم بالتباكو. شو اللي صار؟ ليش اختفت هذا عقب هذا التاريخ هذا؟ راحوا فين؟ تمام. السي 3 مصنوعه في مصنع باندا فيب الكندي. كندا انباع المصنع وتغيرت الاداره كلها، فكل الاتفاقات والناس اللي تشتغل لنا والوصفات الخاصه فينا كلها راحت مع الاداره الجديده. راحت من عندنا السي 3. نجي على الاي سي بليجر والاي سي توباكو، المصنع بكبره تسكر، تقفل لانه مو شغال بزياده. تمام. يعني تدري انا مو يشتغل معنا بروحنا، يشتغل مع اكثر، بس لان ضرائبهم عاليه وتكاليف عاليه قفل المصنع وراح كندا صاحب المصنع. الكوزمو موجوده وباي لحظه انزل لك اياها، المصنع لسه بس للاسف لما صار معنا هذا الموقف اكيد ابو علي يبي يشتغل، ما يبي يوقف على شغلات وقفت، فسوى له لاينات خاصه فيه وقام ينزلها وقاعد يبيع لحسابه، فالله يوفقه. تمام، الله يوفقه. هذا اللي صار. والله خساره. لا حول ولا قوه، الحمد لله رب العالمين. ده انا ما صدقت لقيت ازازه جريت جبتها. والله ما في نهائيا. الماركت العربي كبير جدا بالنسبه للشركات، وكلهم بيجوا معرض دبي وبنشوف كل الشركات موجوده، والشركات بتعمل لانشنج المنتجات كتير. فعايز اعرف وجهه نظرك، شايف انهي دوله في الماركت العربي بتاعنا فيها افضل فيبر؟ يعني ناس لسه من الطراز القديم او بيحبوا يستطعموا او بيحبوا الفيب، وطبعا في ناس بتحب الفيب وبتحب التفاصيل، وفي ناس مجرد دخان وخلاص. فاهمك. تمام. عايز اعرف افضل دولة فيها فيبرز، افضل دولة فيها فيبرز، وافضل دولة فيها تنوع في المنتجات وفيها منتجات كتير. كل حاجة هتلاقيها، اذا كان مود وتانك، اذا كان بوت سيستم، اذا كان AIO، اذا كان ديسبوزو، كل حاجة. الفيبرشي عندك الكلاسيك القديم اللي هو نفس حالتي، وفي الفيبرشي الجديد اللي هو بود او ديسبوزبل. تمام. فاذا احنا بنقول على الكلاسيكس اللي هو ما زالوا اللي هو التانك والاسلاك والاولد سكول، نقدر نقول فهي ما زالت الكويت. تمام. وعندك شوي عندك ايضا العراق وعندك الاردن. تمام. هذين انا اشوفهم يعني ما زال فيهم الكلاسيكس اللي موجودين على هالمستوى. يعني ما شاء الله، حتى على مستوى الاسئله ان كان على RDA ولا ان كان على RTA ولا العراق التوب. تمام. العراق لسه كنت اقول لك والله. العراق التوب، دائما هم اللي يسالونك على التانكات اكثر شيء. بالكويت ما انسال ليش؟ لانهم اصلا خبراء، عندهم خلفيه جامده، هم اوريدي خبراء، بس اللهم ناظرين رايك. يعني لما تسوي ريفيو شو تقول عنه، بس ما يرجع لك. صح. يعني ليش؟ لانه اصلا خبير، مو مقصورون فيه، بس لانه هو خبير. لو انت ضفت له معلومه هيقول لك شكرا على بلايك. بالضبط. عارف شلون؟ الاردن ما يبينون، بالرغم من انهم هناك عندهم ما شاء الله تجمعات كبيره خاصه يمكن انت اكبر مني بعد، في كوميونتي قوي. أيوة. بس خلف الاضواء او خلف الستاير مثل ما بيتفعلوش، ما يبينون نهائيا. ممكن يتابعني ويتابعك، بس ما يتكلم، يشوف الجديد، يشوف رايك، يعني يتفق ويختلف وياك ويحب يختلف وياك طبعا. لازم كلنا العرب لازم يحب يختلف وياك عشان لانه هو يعني هذا. نجي على اكثر تنوع للمنتجات، فهي الكويت. شوف الكويت صغيره، وحتى الكميات اشوف خليني اقول لك شغله، احنا لو نتكلم على كميات فهو ما في بعد مصر والسعوديه. تمام.
على مستوى الكميات عشان تعداد عدد السكان. اي بس احنا كميات شنو يعني، بس احنا قاعد نتكلم على التنوع، تنوع كل المنتجات. ايوه تنوع المنتجات، او تقدر تشوف المنتج. يعني مثلا في كثير من متابعينك لما يشوفون بعض الاجهزه يا اخي مو موجوده عندنا بالسوق. ايوه احنا هذا الشيء مو موجود عندنا بالكويت. تمام. لان تقريبا 90% من اللي انا انزله موجود في الكويت. تمام. او يوصل للكويت، وحتى في شغلات انا ما اتكلم عنها موجوده في الكويت. تمام. لكن على القد، لكن انا قاعد اتكلم على فكره شنو التنوع موجود. تمام. لكن حتى اسم التنوع في كثير من الدول مو موجود. تمام. بس الامارات برضو فيها تنوع قوي. لا حصريا. انا افتكرت ان هذا الشيء موجود. لكن بعد ما سويت بحثي الخاص وتكلمت مع بعض الاشخاص، لا هذا كله طلبات خارجيه، ما في محلات متخصصه. يعني حتى لو في على حجم السوق الاماراتي فهو لا يذكر. مثلا الكويت دوله صغيره. تمام. مثلا نقول الكويت مثلا 100 نفر، بس هذا ال 100 نفر في 5 يبيعون كل شيء. تمام. بالمقابل دولة مثل الإمارات بحكم أن هي أصلا تعتبر مركز للتوزيع لجميع كثير من الدول، لكن وأكبر سوقها أكبر، لكن بنفس الوقت أيضا 5 محلات، فمن الأكثر؟ الكويت. فهمت الفكرة؟ هي النسبة والتناسب. أنا أقصد أيوة على مستوى النسبة، صح، مو على مستوى الحجم. بالنسبة للتعداد والتنوع. أنا قاعد بالنسبة هي كنسبة، فالكويت هي أكثر تنوع. تمام. على مستوى، يعني أتوقع أنت يمكن متابع بعض الأكونتات الكويتية. تبارك الرحمن، أنواع ما بين التانكات، انواع البوروز، انواع حتى على مستوى التيوبس الميكانكس. طبعا الميكانكس كانوا ما حد يقدر ينافس العراق. طبعا العراق جت عليها ايام عندها شغلات بالكويت مو موجوده. صح. اوف ما اقدر انافسهم. صح. انا القديم ما اقدر انافسهم اصلا. بس دلوقتي ريح اللي موجود. الكويت هي اللي فيها الميكانيكال دلوقتي. لان ليش؟ الله يسلمك، مثل ما قلت لك النسبه اللي هي شنو؟ لما اقول لك ان انا عندي مثلا 1,000,000 زبون، 900,000 من هذه الزباين ديسبوزبل، فانا اجيب لك ميكانيك ليه؟ صح. فاهم قصدي؟ بس لما تجي الكويت بدال 900,000 ممكن اقول لك 900 واحد. تمام. عايزين ديسبوزبل، لكن في 30 عايزين ميكانيك فاقدر اجيب لهم. صح. يعني حتى على مستوى البيع والشراء. صح. هذه فرق النسبه، عشان كذي راح تشوف ان التنوع موجود بالكويت. عاش. هي اصلا الكويت معروفه من بدايه الفيب ان هي عاصمه الفيب اساسا. انا اول فيب جبته في حياتي كان كينجر تيب، كان من الكويت. صحيح. اول جهاز انطلق الفيب تبارك الرحمن بالكويت، انطلق بشكل مهول تبارك الرحمن. الماركت كان مفتوح، كان عندكم تنوع في المنتجات رهيب. ليش؟ لان كان في اجتهادات. لان شنو كانت اكونتات. اللي عنده معرفه من امريكا يجيب من امريكا، اللي عنده معرفه من الصين يجيب من الصين، اللي معرفه باوروبا يجيب، فصار في تنافس، فصار عندنا السوق تنافسي بشكل شديد. صح. وهذا التنافس شنو رفع معنا؟ ان الكويت جت عليها فتره عاصمه الفيب. ايوه فعلا. ايه رايك في الترند الجديد بتاع الباوتش وبتاع اللبان؟ دي طلعوا من شركات وبقوا مبدعين فيهم. انا عايز اقول لك في شركات عملت لبان رهيب بيلخص، وفي شركات عملت باوتش في هذه السترايبس اللي هي مثل الكاندي اللي يدوب بالفم، وفي دي برضه اللي هي اللي اسمها ايه، اسمها فيلم سترايبس. هو الاساس سترايبس. الفيلم هذا اللي هي براند يعتبر. ايه بقى وجهة نظرك؟ شايف دول هيستمروا معانا ولا مش هيستمروا؟ شايف رأيك في ناس في اقبال على المنتجات دي اصلا في الماركت ولا مفيش؟ شوف، احنا لازم عشان نجاوب على هذا السؤال احنا لازم نتذكر اساسا هو الفيب اساسا شنو؟ هي وسيله للاقلاع عن التدخين. تمام. هي وسيله لتوصيل النكنك باكثر من طريقه. بلشت مع الاسلاك والقطن، كانت الكويلات الجاهزه، بعدين البودات، بعدين الديسبوزبل، لغايه ما وصلنا الى اللي هي الباوتشز والكاندي وات ايفر. فهي اساسا من احد اسس هذه الصناعه هي توصيل النكنك من غير تدخين. تمام. وصلنا لمرحله الباوتشز والسترايبس او الكانديز، الامور هذه. المشكله وين اسلام؟ وين؟ انت لاحظت اسرع منتج انضرب ونزل منه تقليد وسيء ولو كواليتي الباوتشز. يا رجل انا ب 23 لما كنت بالمانيا بمعرض دورتموند، انت حاضر اللايف معي. تمام. لسه توها من طلق الصناعه،
تمام. نفس السنه نزل التقليد المضروب منه، اي من الدوله الاسيويه الفلانيه ومن الدوله الاسيويه الفلانيه، حصل على طول، ما قعد شهور، انضرب على طول. وين المشكله الحين؟ الحين احنا قاعد نتكلم اذا بدات هذه الصناعه في سنه 23، احنا في هذه السنه لسه من كم يوم اكثر من دوله اوروبيه راح يحضرونه. يحضروا ايه؟ الباوتشز. تمام. راح يحضرونه. ليش؟ بسبب عدم التنظيم وهذا المبني على شنو؟ التقليد. بسبب السوق السوداء يعني شنو؟ أيوة. يعني ما في اي احتياطات، ما في اي قوانين، ما في اي شيء يحمي المستهلك، لان هذا المجال تم ضربه بشكل سريع ومخيف. طيب انا شنو رأيي فيها؟ رأيي فيها مثل ما قلت في بداية جوابي، ان هذه وسيلة لتوصيل النكنك بأسهل طريقة ممكنة. عندنا مثال طيب، وين؟ بالسعودية. تمام. السعودية عملت منتجها الخاص اللي اسمه الديزرت. تمام. الديزرت هذا المصنع مو لاحق تمام على المبيعات. ليش؟ لأن السعودية نسبة التدخين فيها عالية جدا. تمام. وخصوصا كبار السن. فصار نوعا ما وتقدم باسلوب ممتاز، وتقدم مو بدعايه واعلان، تقدم من الناس نفسها. تمام. اللي هو ابن قدم لابوه، ابن قدم اخوه، الامور هذه انتشر بشكل جدا ممتاز. صح. وشافوا فعلا الفائده اللي هي فعلا الاقلاع عن التدخين، وفعلا هو حل ممتاز للاقلاع عن التدخين، لانه هو فعلا انا شخصيا جربته ونزلت عنه ريفيوات. حصل. فعلا لما جربته، بعد ما تجربه مستحيل تقرب. ليش؟ لانك انت تحس متشبع من النكنك. صح. متشبع. لكن وين مشكلتنا احنا الحين؟ مثلا السعوديه ضمنت نفسها. ليش؟ لان عندها منتجها المحلي. تمام. اللي مدعوم من الحكومه، يعني اصلي ونظيف ومصرح من وزاره الصحه الخاصه فيه، وقاعد ينباع بشكل رسمي. تمام. مشكلتنا مع وين؟ مشكلتنا مع المقلد والشركات اللي مالها لا اساس ولا دين ولا مذهب ولا اي اساس نهائيا. اكيد. ده انا معايا منتجات، لو شفته باوتشز، لو شفته هتقول عليه اصلي. بالضبط. هتشوف اصلي، لانه ما في اي شيء وهو مضروب، والشركه كلمتني قالت لي ان هو ما مضروب. في اي شيء تتاكد تقول ان هذا كويس ولا مش كويس. أيوة. هي علبه بلاستيك بالستيكر اللي عليها بالكيس اللي داخل. حتعرف ان هذا اصلي ولا مو اصلي. انت المشكله بالبودر اللي داخل. صح. ايش عرفني هذا شنو المواد اللي حاطينها فيها؟ هذه المصيبه. فاحنا الحين اكيد اتوقع سمعت بعض أمثلة من بعض الناس اللي التهبت للثتي. تمام. واللي والله حاشتني اللوعة ولا مثلا في كثير من الأعراض اللي بعض الأشخاص. طيب هل هذا من الباوتشز الأصلية؟ لا. ولا من المضروبة؟ أكيد من المضروبة. المشكلة أن أنت حتى أنت ما تعرف، ما عندناش برضو الدراسات الكافية عشان نقدر نقيم. الله والديك. نظريا الطريقة أو هذا المنتج فكرته ونتيجته ممتازه، وبالمثال الحي السعوديه بالضبط. تمام. ممتازه نتيجته، لكن في كثير من الامور السلبيه اللي لصقت فيه. من بدايته تم تقليده، من بدايته ما في اي تحكم فيه، بحكم انه في ناس قاعد تطلع بسبب بيوتها ولا معرفة. وشفت الفيديو اللي انا عرضت لك اياه، اللي عرضته عندي بالاكونت، اللي في حمله من البلديه السعوديه اللي فيلا يسوون نكهات ويسوون باوتشز ويسوون شفت ناقص شاورما، بس هذا اللي ناقص. والله العظيم يعملوا البيك، بس يعملوا البيك. كل شيء. ما احنا هذه مشكلتنا. احنا ممكن شوف كل صناعه ممكن تكون ممتازه، ممكن تكون بيرفكت وما فيها اي شوائب. احنا مشكلتنا مع الناس اللي تخرب هذا المنتج، اللي على اساسه يطلع عليه صيت ان هذا المنتج او هذا الاسلوب غلط، او من وراء اضرار. صح. نفس الناس اللي لما تكلمنا قبل شوي على ان الفيب يسبب الامراض وما اعرف ايش الامور هذه. انزين، ما انت رايح شاري لي نكهه مطبوخه تحت السلم، مطبوخه ببانيو، شاريها من ما اعرف من وين شاريها، بود صار له 3-4 شهور مرمي، لقيته حطيته وشربت، مرضت تقول الفيب؟ لا مو الفيب. لا مو الفيب. ايوه انت مو الفيب. صح، انت اللي تستخدم غلط. فهذه هي بعض الامور اللي شلون ترتبط فيها الصوره السلبيه بسبب اخطاء اشخاص بعيده عن المنتج نفسه. صح. هذه وجهه نظري انا اشوفها. سوء الاستخدام. نعم. يعني نسميه ميني بودكاست. اوكي. ده انا مسميه فيب فايبس عشان يتكلم عن الفيب، عن الاكشن اللي بيحصل في الفيب. فانا طبعا انت البدايه معانا اول ضيف، هو انا حتى اول سكريبت كنت كاتبه اسئله كاتب فيه ابو فارس على طول، ما كنتش هبداه من غيرك. الله يسلمك.
فايه رايك فيه وايه رايك في ان احنا هنستضيف هنستضيف طباخين ليكويد، هنستضيف يوزر، هنستضيف اصحاب محلات، هنستضيف ريفيور تانيين برضو. ممتاز. عايز اعرف رايك في الاسئله والحوار والمواضيع والحاجه ده ممتازه والهدف منه. شوف الفكره هذه اتوقع كلنا وردت على بالنا، بس يمكن انت الوحيد اللي جتك الجرأه انك تسوي هذا الموضوع. تمام. يعني شوف ما في احد صاحب قناه او قناه يوتيوب ما فكر بهذه الفكره، بس منو اللي فعلا استجد او مثلا بذل انه يسويها؟ انت الحين تعتبر يعني هذه نقطه لصالحك، انك فعلا شاكر لك عليها انك انت سويت هذه النقطه. شكرا لك والله. استمر على هالموضوع في فتره وفتره، بالعكس هذا بيفتح لنا مواضيع كثيره. يعني تبارك الرحمن انت شفت اليوم تكلمنا بكثير من المواضيع، المشاهد او المتابع لي او لك قبل كان يشوفنا على الجهاز فقط، لكن فيما قبل او ما خلف هذا الجهاز ممكن احنا نكون فتحنا له ابواب جديده انه يشوف مجال الفيب بشكل مختلف. فبالعكس يعني والله انت الحين لما قلت طباخين رائع، روح شو يعني طباخين عطهم يعطون وجهه نظرهم، تاريخهم المرادي، اخوانك الريفيورز، اخوانك الانفلونسرز، خل نشارك مع بعض. هي بالاخر هذا على فكره في كلمه قلناها قبل اسلام يمكن تتفق وياي، انا اتوقع مجال الفيب اكثر مجال صار له كوميونتي بالعالم، ولا ايش رايك؟ بالعالم انا شايف هو كويس وكل حاجه. أي. بس مهما عملنا المفروض يعني الكوميونتي ده لما هيكبر المفروض مشاهدات تبقى كبيره. هذا الشيء عاد راجع لخوارزميات اليوتيوب، عاد راجع لنشاط المتابعين. بس انا خل اقول لك شغله على سبيل المثال، عطني اي مجال ثاني يعني في مشاركه، خلى نوع من خلى في كوميونتي عالمي كلهم يشتركون فيه مع بعض. لا مفيش، هو ده قليل حتى لو فكر فيها قليل. هو ده يعتبر اكتر مجال. يعني مثلا مع احترامي لهم الطباخ اللي يطبخ اكل، لا في طبخ فرنسي، هل في كوميونتي له؟ هل مثلا في طباخين يجتمعون مع بعض؟ قليل جدا، حتى لو صارت هذه عباره عن شيء يعني او حاجه زي كده بالضبط. كثير لو تحسبها معنا محبين السيارات اوكي، يعني مثلا دول قريبه من بعض بالبلد نفسه، بس انا قاعد اتكلم على مستوى العالم. تمام. يعني انا قاعد اشوف ان الفيب يقرب ما يبعد. تمام. فاستمر بهالبودكاست، جميل صراحه. جميل. والله العظيم نورتني، الله يسلمك. شرف ليا. المفاجاه الجميله اللي انت عملتها جت مره واحده ديت على راسي والله. بس ملعوبه صح؟ ايه ملعوبه الجايه انا كنت والفيلم اللي عملته والله كنت قاعد ما مصدق ان انت جيت. انت بتهزر معايا ولا الفيديو والبيت ورايا. مبسوط ان انت كنت معانا النهارده، والشرف لينا. واتمنى كل الناس تشارك معانا في الكومنتات هنا، وشوفوا لو حابين نجيب حد معين تكتب لي في الكومنتات تقول لي هات فلان مثلا، استضيف فلان. وبعد كده ده كان بودكاست مفاجئ، بعد كده هنزل لكم ستوري اقول لكم ان شاء الله البودكاست اللي جاي هيكون مع فلان الفلاني. ايه رايكم؟ ايه الاسئله اللي انتوا حابين ان انتوا تسالوها؟ ايه رايك في الفكره؟ حلوه. احنا ما كناش محضرين صحيح، فاهم؟ فدي فكره حلوه برضو. واللايك بتاعك والاشتراك في القناه، عشان احنا اللي بيتفرج على الفيديوهات عندنا 90% مش عاملين سبسكرايب. يا جدعان اعملوا سبسكرايب ببلاش. ماشي؟ السلام عليكم. السلام عليكم.